الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من
ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. السماوات وما في الأرض وإلى kami ulangi له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. في جنة
جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين. أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 85 إلى 87 من سورة يوسف. أي آية 85 إلى 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. طيب، بين المعاني من الكلمات. تفتأ تفتأ بمعنى لا تزال، حرضا حرضا بمعنى مريضا، الهالكين الهالكين بمعنى الميتين، بثي بثي بمعنى غمي، لا تيأسوا لا تيأسوا أي لا تقنطوا. بين المناسبة
بين هذه الآيات بالآيات السابقة؟ المناسبة بين هذه الآية بالآية السابقة واضحة، يعني لا تزال هذه الآية تتحدث عن الحوار بين أولاد يعقوب مع أبيه. طيب فسر هذه الآيات تفسيرا واضحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. قال تعالى مخبرا عن قول أولاد يعقوب: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. قال أولاد يعقوب متعجبا عن حال أبيه يعني يعقوب: والله يا أبانا لا تزال تفكر في حال يوسف حتى الآن، مع أن نصيب بذهاب بنيامين، حتى تكون حرضا أو تكون من الحالكين، أي حتى تكون مريضا بسبب ذلك، أو تكون من الهالكين أي تشرف إلى الهلاك. فقال يعقوب رد عن قولهم: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي لا أظهر غمي بثي وحزني إلا إلى الله تعالى، فإنه متولى أمري، وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم شيئا من الله وأنتم لا تعلمون. يعني قال بعض المفسرون ممكن يعني بمعنى يعقوب يعلم بأن يوسف حي بسبب الرؤيا التي قاله يوسف في أول السورة، يعني يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم قال يعقوب لأولاده بعد ذلك: يا بني، أي يا أولادي، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، أي عودوا إلى حيث ما جئتم، يعني إلى مصر، فتحسسوا من يوسف، فتعرفوا من خبر يوسف وأخيه يعني بنيامين. قال المفسر قال مفسرون بمعنى التحسس يكون لخير، والتجسس يكون لعمل الشر. ولا تيأسوا من روح الله، أي لا تقنطوا من رحمته تعالى. لماذا؟ لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أي لا أحد ييأس من رحمته تعالى إلا القوم الكافرون. وقال آه مفسرون يعني آه ليس هناك أحد يقنط من رحمته تعالى إلا هو يتيقن بأن الله لا يقدر على ذلك، أو الله لا يعلم. طيب نعم. طيب الجزع البالغ والحزن الشديد أمر إنساني عند الشدائد والمصائب، هل هذا صحيح؟ كيف أفسر؟ الجزع البالغ والحزن الشديد أمر إنساني عند الشدائد والمصائب، أيوة هل هذا صحيح؟ وضح. صحيح. لكل إنسان إذا أصابه الشدائد والمصائب يكون حزينا على ذلك، وهذا من سنة الله تعالى، وليس فيه خطأ. كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عن البكاء إنما نهيتكم عن صوت أحمقين، يعني صوت عند الترح وصوت عند الفرح. متى يكون مذموما في الشرع؟ آه عند المصائب، ولكن لا ليس شديد فقط، شديد كذا. مثل ما يفعل الجاهلية في الجاهلية. هذا غير صحيح أستاذ. مثل وحتى يقطع شعره وثيابه، هذا ما اسم غير. هذا العمل؟
يقطع شعره والصياح صياح. والنياحة أيوة أيوة. نسيت. وغير ذلك، أيوة ولطم الصدور والوجوه وتمزيق الثياب. أيوة. نعم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي عند موت ولده؟ نعم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا بما يرضى ربنا وإنا لفرائك يا إبراهيم لمحزونون. نعم. السؤال الأخير: ما هو اليأس من رحمة الله؟ وهل اليأس من رحمة الله من صفات المؤمنين؟ لا، هذا من صفات الكافرين، كما قال تعالى في هذه الآية إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ورحمة الله واسعة، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فلا يجوز للمؤمن أن يقنط من رحمته تعالى، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اذكر الدروس المستفادة من هذه الآيات. الدروس المستفادة من هذه الآيات: أولا لا يعلم أحد مصائب غيره إلا إذا أصاب بمثل ذلك المصيبة. ثانيا الحث على التوكل بالله. وثالثا الأنبياء يعلم من الله بعد المغيبات بواسطة الوحي. ورابعا الحث على النهي عن اليأس من رحمته تعالى. نعم سر. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله، والله أعلم بالصواب. صدق الله العظيم.